الدنيا خربانة يا أخي، وحرب هنا وحرب هنا، وإيران وإسرائيل وأمريكا والدول العربية بتتضرب. بس استنى، الدول العربية مش بتتضرب، الدول العربية بتتضرب فيها القواعد الأمريكية. يا نهار أبيض، طب احنا إيه؟ لا لا لا، لو لسه بفكر كده يا صاحبي فاسند ظهرك وارتاح بجد. ارتاح عشان أنت في مصر، ارتاح عشان أنت عايش في بلد سماها صافية بعون الله وبفضل الله. بلد فيها رئيس طلع وقال لنا كل سنة وانتم طيبين، وكلمنا وقال لنا ما تخافوش. مش عايز اطول اكتر من كده. كل سنه وانتم طيبين، وسعيد ان انا التقي ونفطر مع بعض. ويمكن اخر كلمه بقولها لكم، بقول لكم اطمنوا على مصر كويس. محدش بفضل الله، بفضل الله، بفضل الله يقدر يقرب للبلد دي. شكرا جزيلا، وكل سنه وانتم طيبين. مصر محمية لآخر يوم يا جدعان، قسما بالله أم الدنيا وكل الدنيا، وهي الأمان. وأي حد بيجي عندنا بيعيش فيها بأمان، بيعيش مطمن بجد. الدار أمان ما شاء الله. مصر أم الدنيا، شعبها ورئيسها وجيشها. مصر ايد واحدة وقت الجد. مشروع 120 مليون شهيد تحت امر الرئيس، ومصر عايزين يعيشوا على ارض البلد دي ويموتوا على ارض البلد دي بكفاح وشرف. وايا كان يحصل احنا في ظهر الرئيس يا جدعان. مصر جيشها شعب وشعبها جيش، قسما بالله ما اي دولة في العالم فيها امان نعيش فيها مطمنين واحنا تحت سماها كده غير بلدنا مصر. ادخلوها بسلام آمنين. موجود في القرآن في 3 حالات أو في 3 مواضع فقط: لمصر وللجنة وللكعبة، للحرم. وانا فيها مش خايف، عايش مش خايف. ما عنديش فيها قاعدة لحد يجي في يوم من الايام مجرد ضربة ويقول لك اصل احنا مش عايزينه، ده احنا عايزين القواعد اللي عنده. لا، مصر صوتها من دماغها، وشعبها ورئيسها جيش، وجيشها شعب. بس يا صاحبي بقى اللي يقول لك طبل وما بتطبلش، قول له يا عم بس بحبها وعارف قيمتها. مصر قد الدنيا كلها وكل الدنيا. تحيا مصر ام الدنيا، وادخلوها امنين ليوم الدين.